دكتور انا ما بعرفش اصوم غير لما اخد مسكن بعد الفطار وقبل الفجر. غلطة كبيرة جدا بتعملها كل الناس في رمضان، انهم بيحسوا انهم مجهدين قوي ومحتاجين كمية مسكنات، مع ان في الحقيقة انتي ما دخلتيش رمضان جاهز. لازم نعمل تحاليل لفيتامين دي وللأنيميا، لازم نتأكد ان نسبة السوائل في جسمنا كويسة. لو خدتي قرص فيتامين سي وخدتي قرص حديد وحافظتي عليهم دايما قبل السحور هتستغني عن المسكن. كمان اول ما تفطري حافظي على انك تاخدي سوائل كل ساعة، وقرص مالتي فيتامين مرة واحدة بس بعد الفطار هيديكي طاقة. كمية الحلويات اللي بتاخديها اثناء الصيام هي اللي بتهد حيلك وبتحسسك انك مكسرة بالشكل ده. انتي فاكرة ان السكر هيديكي طاقة سريعة، وهو زي ما هيطلع بسرعة هينزل بسرعة، وهتحسي انك عايزة طاقة تاني والهمدان يبدأ. جربي انك تاخدي حلويات مرة واحدة بس، ولازم تكون قبلها الياف. يعني خدي علبة زبادي وبعدين بعدها خدي الكنافة او القطايف، خدي خيارايه او فلفلايه وبعدها الحاجة الحلوة. هتنظم لك سكر الدم والهبوط هيروح وتستغني عن المسكن، والدايت بتاعك في رمضان ما يبقاش دايت في الكنافة. ورمضان كريم.